استعداد. أعطي انطلاق سباق 3000 متر موانع للرجال. سننتظر سيناريو السباق، هل سيكون سباق سريع أم سيكون سباق تكتيكي كما كان في بطولة العالم السابقة. نتمنى أنه يكون سباق ليس بالسباق السريع، لأننا نعرف بطلنا سفيان البقالي بأنه هو يمتاز بالسرعة النهائية. الكل يبحث عن التمركز الجيد والابتعاد عن الازدحام. سفيان البقالي كما عاهدنا دائما يراقب من بعيد. السويدي هو الذي يقود السباق. ما زلنا في بداية السباق. 52-41. نلاحظ جيرما الحين هو يتقدم تدريجيا إلى مقدمة السباق. بطلنا البقالي يراقب. نتمنى إن شاء الله يا رب، نتمنى إن شاء الله يا رب أن بطلنا البقالي يفوز بالميدالية الذهبية. أرقام تبقى جانبا، لأن اليوم نحن في بطولة العالم ولسنا في ملتقيات في وجود أرانب أو مساعدة من الأبطال الآخرين. الكيني يقود السباق متبوع بجيرما، وبطلنا البقالي يراقب. تمركز جيد لبطلنا البقالي. سندخل اللفة الرابعة ما قبل نهاية السباق. آخر 4 لفات. بيت ما زال الكيني، بيت ما زال هو الذي يقود السباق صاحب 809، متبوع بجيرما، وكذلك بطلنا البقالي موجود في المركز الثالث. إلى حد الساعة هي خطة جيدة من البقالي. ثلاث كينيين و2 إثيوبيين، وبطلنا المغربي الوحيد الذي يقاوم المدرسة الكينية والإثيوبية. قريبين من الدخول إلى آخر 3 لفات عن نهاية السباق. ما زال هناك سباق تكتيكي. 3 أبطال كينيين وجيرما كذلك موجود. بطلنا يراقب. الحين رجعنا كذلك إلى سباق تكتيكي كذلك في وجود المجموعة الثانية الأوغندي والياباني التحقوا بالمجموعة. 3 لفات على نهاية السباق، مما سنشاهد آخر 1000 متر سريعة. لاحظ حتى هناك جيرما ينظر إلى البطل الكيني كأنه يعطيه إشارة لرفع الإيقاع. 3 أبطال كينيين، وبطلنا سفيان البقالي الذي يقاوم المدرسة الكينية والإثيوبية. انطلق جيرما الحين، أخذ المقدمة في تغيير قوي جدا من جيرما الذي أخذ المقدمة الحين في سباق 3000 متر موانع، ونحن سندخل في آخر 800 متر. أتمنى أن بطلنا البقالي يصمد ويصمد، لأن لم يبقى إلا 800 متر عن نهاية السباق. آخر 800 متر بالنسبة ل 3000 متر موانع. جيرما في المقدمة، بطلنا سفيان البقالي في المركز الثاني، والكيني موجود في المركز الثالث. يا الله يا سفيان، ما شاء الله على بطلنا سفيان الذي يراقب. خلاص سندخل آخر 600 متر. أتمنى أن بطلنا سفيان يقاوم ويقاوم
من أجل البقاء إلى جانب جيرما. سندخل آخر 600 متر بالنسبة ل 3000 متر موانع. جيرما يقوم بتغييرات بين الحين والأخرى من أجل التخلص من مجموعة من الأبطال. الحين خلاص ممكن نقول بأن المركز الأول والثاني بين البقالي وجيرما الذي يأخذ أمتار قليلة عن سفيان البقالي. سندخل آخر 400 متر. إذا هناك السباق الشهير، السباق الناري، السباق القوي، سباق 3000 متر موانع للرجال. يا رجال، سفيان البقالي هو خلف مباشرة اثيوبيا، المغرب، كينيا في المراكز الثلاث الأولى. كما نشاهد على مستوى هذا السباق سفيان سرعة لا متناهية. في اللفة الأخيرة إن شاء الله الفارق يتقلص ما بينه وبين الإثيوبي. يصل الآن هناك يدخل للكيرف، للمنحنى، السرعة اللامتناهية. معتز عيسى برشم بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب. المانع المائي الأخير، يتقدم سفيان، يتحرك سفيان، يذهب سفيان. سفيان يا سفيان، حبيبنا يا سفيان. سفيان البقالي بطل العالم في الطريق للاحتفاظ بالذهب للذهب. سفيان المغرب، تحيا المملكة المغربية. عملها سفيان البقالي، ميدالية ذهبية عن جدارة واستحقاق. طريقة ممتازة، تقنية رائعة. سفيان بالطريق الصحيح. سفيان إنجاز لن ينسى للمغرب وللعرب. سفيان لك المحبة والاحترام على هذا الإنجاز وعلى هذا التغلب على جيرما الإثيوبي القوي. عمل سفيان البقالي 8 دقائق 3 ثواني 53% من الثانية. جيرما الإثيوبي 8 دقائق 5 ثواني 44% من الثانية. الكيني كيبويت جاء ثالثا في الترتيب العام. كل التهنئة، كل المحبة، كل الاحترام للشعب المغربي، للقيادة المغربية. تحياتنا للرباط، للدار البيضاء، لمراكش، لفاس، لمكناس، لإفران، لأكادير، لطنجة، لوجدة، للقنيطرة، تطوان، المحمدية، العيون، آسفي، خريبكة، الجديدة، الخميسات، مليلة، لكل بقعة من أرض المغرب الطيبة. ألف مبروك على هذا الإنجاز، إنجاز الفوز بالميدالية الذهبية. سباق رائع كان يا حسين، سباق 3000 متر موانع للرجال. نعم أخي عثمان، هو سباق رائع كما قلنا سابقا بأن الأرقام القياسية تبقى جانبا وبطولة العالم غير. البقالي كان ذكي جدا قام بسباق رائع حيث قاوم المدرسة الكينية والإثيوبية. البقالي بطل قوي، ظاهرة عالمية يصعب التغلب عليها. البقالي اليوم بين للعالم أنه رقم واحد رغم وجود جيرما صاحب الرقم القياسي العالمي وكذلك صاحب أحسن إنجاز عالمي، لكن هذه الأرقام تبقى في واد والألقاب العالمية في واد ثاني. هنيئا لبطلنا البقالي وكذلك للاتحاد المغربي. سفيان البقالي في سرعة لا متناهية في الأمتار الأخيرة، وهي شغلته، يعني أسلوبه الذي تعودنا عليه باستمرار من سفيان البقالي اللي عمل هذا الإنجاز الكبير. بطل الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، تخصص ذهبيتين وفضية في 3 بطولات عالم. والله إنجاز يستحق الاحترام والتقدير. سرعة لا متناهية التي دخل بها في هذا الأسلوب وفي هذه الطريقة بتعلمنا يا حسين أنه هناك دوما الأبطال الكبار موجودين وحاضرين ومتميزين. نتذكر. تفضل يا حسين. نعم أخي عثمان، كما قلت الأبطال الكبار. سفيان البطل العالمي والأولمبي صاحب كما نقول المهمات الصعبة، فسفيان يهدي للمغرب الميدالية الثانية الذهبية كما يقول 2 جولد. ف2 جولد للمغرب، للمملكة المغربية،